منو يشيل الليلة؟ هاي مشكلة الإطار هسه. اجتماعاتهم وتأخيرهم بحسم المرشح مو لأن ما متوافقين على اسم، بس الرئيس الجاي هو انتحاري وظيفي يخليه الإطار وحبل الإعدام برقبته. يا إما يصطدم مع واشنطن وهنا يخسر الدولار، يا إما يصطدم مع الفصائل وهنا يخسر الأمن الداخلي. المشكلة وين؟ إنه القادة تعودوا على المكاسب. أول مرة راح يكونون قدام جثة دولة، لو تنذبح بالاقتصاد لو تنذبح بالأمن، فلهذا هم يأخرون الاسم حتى يشتتون المسؤولية. تقدر تقول خايفين يتحملون التبعات. هذا الوضع عاشته جمهورية فايمر الألمانية. النظام الديمقراطي اللي صار بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى بدت بأحلام ديمقراطية كبيرة وانتهت بصعود هتلر والحزب النازي للسلطة. كان البرلمان الألماني الرايخستاغ منقسم وما قدرت أي كتلة تشكل أغلبية مستقرة، والموجودين رؤساء وزراء اللي هم يسموهم مستشارين كانوا ضعفاء، وألمانيا كان عندها ميليشيات بذاك الوقت، وكل حزب سياسي كان عنده جناح عسكري مثل القمصان البنية للنازيين وجبهة القتال الحمراء للشيوعيين وغيرهم. شوارع المدن الألمانية صارت ساحات حرب ومناطق اغتيال سياسية. ويا هذا الموضوع اقتصاد منهار وتضخم وبطالة. فالتقارب بين تاريخ ألمانيا وحاضر العراق يقول التوافق الهش بزمن الحروب والأزمات الوجودية ينتج حكومات رماد تنهار بأول عاصفة وتاخذ النظام وياها. فكل يوم تأخير بحسم رئيس الوزراء وملفات غيرها هو مو بس مجرد وقت ضائع، بل هو نزيف بشرعية الدولة. ونشوف أمريكا بتعاملها ويا العراق شلون بدأت تتحول من الرقابة إلى الوصاية المباشرة على حركة المال. وداخلياً وحدة الإطار دا تشهد تفكك بين جيل أول يتمسك بالتاريخ وجيل ثاني يخشى على مستقبله من إرث الفشل. صراع إذا استمر أو أنتج حل لطرف على حساب طرف راح ينتهي الوضع بانفجار شعبي أو عقوبات دولية. المخرج الوحيد أنه يقتنع قادة البلد ككل أنه زمن المحاصصة انتهى وينطي الإطار مرشح الرئاسة واللي غالبا راح يكون من الجيل الثاني تفويض كامل لضرب مصالح الكتل نفسها. إذا اقتضت مصلحة بقاء الدولة أن يمشي المكلف بحصر السلاح والامتثال المالي للقرارات الدولية. التضحية بالامتيازات الحزبية اليوم هي الثمن الوحيد لعدم خسارة الرؤوس غدا.